السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة وسعادة يا رب دايما. دورتنا لازم النهاردة في جرعة مهمة لازم نديها لهم. الجرعة ديت بنبدأ فيها من اليوم الثامن والتاسع والعاشر. الجرعة دي مهمة جدا، بس أنا هنزلها لكم النهاردة من المطبخ، مش هروح عند البيطري ولا أجيب من الصيدلية ولا حاجة. والجرعة دي يعتبر سحر، والله العظيم يعتبر سحر. هتجربوها وإن شاء الله هتدعولي عليها. جرعة الكوكسيديا، أوريكم بالظبط بديل الدواء البيطري بديله إيه من بيتنا. بديل الدواء البيطري من بيتنا إيه؟ هتلاقيه في مطبخك وفي مطبخ أي حد موجود. الجرعة دي صراحة يعني هتفرق معاهم خالص في الإسهالات. دي يعتبر جرعة كوكسيديا، جرعة كوكسيديا. يعني مفيش احنا دلوقتي ايه يعني، مش لازم ان انا انزل كل حاجة ادوية. لا، انا الدورة دي يعتبر هنزل لكم كله خلطات واعشاب من مطبخنا. لا هنتعب ولا هنكلف ولا هنصرف ولا اي حاجة. انا بجيب لكم صراحة الخلاصة والحاجة اللي انا مجرباها معايا ونفعت والدنيا تمام. ان شاء الله ايه هتجربوها معايا ومش مش هتبطلوها وهتعتمدوها بمعنى اصح. الحالة ان انا مجرباها وكذا مرة ويعني يعتبر سحر يعني ما شاء الله. انتوا اول حاجة شوفوا دورتنا. شايفين عمر النهاردة 8 ايام، 8 ايام بالظبط. انا بصور لكم كده بالليل. عمر دورتنا 8 ايام، والله اكبر عليها ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين البط والساسو والابيض. الابيض عايز يتفرج. شايفين شكل الابيض ما شاء الله، الله اكبر الاوزان. هقول لكم النهارده بالظبط الجرعه بتاعتنا، وهقول لكم التفاصيل بتاعتها وهنديها كم مره وكل حاجه هتعرفوها ان شاء الله. بس خلينا نبدا كده. اول حاجه احنا طبعا هنزل ميه مغليه، ميه مغليه اغليها في حله الاول. طبعا اهو شايفين غليت ميه ويا دوبك الميه بس تغلي. بعدين بنزل عليها شيح، بنزل عليها ايه شيح. وبعد كده بغطي عليها بسرعة. اول ما بنزل عليها الشيح بقفل النار وبغطي عليها زي كده لغاية ما تبرد خالص، لغاية ما ايه الشيح يبرد معايا خالص. بعدين بجيب السجاية. طبعا اجيب السجاية كده وبحط كده ايه، يعني انا بملى لهم السجاية دي يعتبر حوالي يعني ممكن ايه الا ربعها، ما بملهاش كلها ميه. تمام، عشان هما سحبهم برضو اللي هو مش قوي يعني لسه يعني ايه بملاها الا ربعها. ودي يعتبر دي 4 لتر، يعني يعتبر انا بملاها دي 3 لتر. انا بملى السجايه دي 3 لتر. تمام، ال3 لتر هياخدوا معايا كوبايه ونص، كوبايه ونص صغيره شاي شيح. بحط فيها الشيح زي ما انتوا شايفين كده. تمام، خليكم معايا بس ايه املى الميه وارجع لكم احط عليها ميه. يعني كده ايه اللتر يعتبر عليه نص كوبايه ميه، نص كوبايه شيح. احط الميه وارجع لكم. كده انا حطيت الميه اديكم شايفينها. يعني انا يعتبر حطيت السجايه يعني 3 ارباعها بس، يعني 3 لتر. حطيت كده الشيح على على 3 لتر ميه. بس ارجع اكمل ايه السجايه التانية برضو نفس الكلام. دي طبعا دي كام؟
ديت 6 لتر، انا هامله نصها بس. دي كبيره زي ما انتوا شايفين 6 لتر، انا هامله ايه نصها بس ميه. يعتبر كده احط برضو ايه كوبايه ونص شيح عليها. تمام برضو كده ايه، ارجع لكم تاني احط الميه وارجع لكم تاني. كده ايه مليت السجايه زي ما قلت لكم كده وحطيتها لهم. بصوا يعني انا ايه كنت حاطه معطشاهم شويه لان هيشها برضو ادي لي حوالي نص ساعه. عطشتهم شويه كده وقلت ايه احطهم عشان يشربوا على طول. كده حطيت الشيح بعد ما برد، حطيت نص كوبايه على اللتر شيح. هحط كده لمده 3 ايام، لمده 3 ايام انزل الشيح بعد ما اغليه انزله في الميه لمده 3 ايام متواصله. بعديها هجيب بيكربونات الصوديوم، بيكربونات الصوديوم بتجيب عادي من العطار من اي حته، هيبقى موجود في بيتنا يعني بيكربونات الصوديوم على طول موجود في البيت. بس بعد كده ايه احطه طبعا في برضو على اللتر احط نص معلقه شاي، نص معلقه شاي على اللتر ميه، نص معلقه شاي بيكربونات الصوديوم. ده اليوم الرابع بس، ما كترش يا جماعه. بيكربونات الصوديوم مره واحده بس اللي هو اليوم الرابع، لكن الشيح 3 ايام متواصله. بصوا يا جماعه شوفوا بعد كده، بعد جرعه الشيح وبيكربونات الصوديوم لا جبت علاج كوكسيديا ولا جبنا من البيطري ولا اي حاجه. والله يا جماعه هي دي يعتبر ايه تحسينة الكوكسيديا عندي. ما شاء الله الله اكبر، هتشوفوها وهتشوفوا نتيجتها وباذن الله هتعجبكم ومش هتبطلوها. لو انتوا عندكم اعداد زي كده، عدد يعني مثلا اقل من 100 عادي، هتمشي معاكم وهتظبط الدنيا وهتشوفوا مفيش اسهالات خالص. كل 10 ايام هنزل الجرعه دي، كل 10 ايام هنزل الجرعه دي. فانا كده لو رحت اشتريت حاجه ولا بتاع، دي هتنضف الامعاء كلها بتاعه الطيور بتاعتي، مش هتلاقوا اسهالات، هتلاقوا الدنيا اتظبطت معانا. وان شاء الله باذن الله هتشوفوها وهتعجبكم. يعني انا يعتبر ما شاء الله الدوره دي الله اكبر انا همشيها كده معاكم بالخلطات وهتشوفوا نتيجتها، عشان ما نقعدش نكلف ونصرف ونقول لا دي احنا صرفت علينا والكلام ده كله. لا، هنشتغل كده بالخلطات الطبيعيه. بعد جرعه الشيح دي ان شاء الله هنبتدي بقى ننزل اذا كان مثلا في عسل، لان العسل ده بيزود الاسهالات والخميره، يبقى احنا ما نكترش منهم. الا بعد ما نحط جرعه الشيح دي نبتدي ننزل الخلطات دي، عشان ايه يعني كده احنا ايه عملنا وقايه للطيور بتاعتنا، ما يبقاش عندهم اسهال. لو عندهم نسبه اسهال واحنا نزلنا مثلا عسل، نزلنا خميره، لا هتكتر معانا، او زبادي والكلام هتكتر معانا الاسهالات. لا احنا ايه نظبط دنيتنا الاول من الاسهالات والكلام ده كله، بعد كده ننزل الخلطات اللي احنا عايزين ننزلها. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الدوره بتاعتنا ما شاء الله الله اكبر. يا رب كده ايه الفيديو النهارده يكون عجبكم ولو استفدتوا منه. ما تنسوش لو انت اول مره تدخل اعملي اشتراك للقناه. لو الفيديو عجبكم كده وبتتابعوني كده على طول، ما تنسوش كده ايه تعملوا لي لايك. يا رب اشوفكم على خير دايما وتكونوا بصحه وسعاده يا رب، ويرزقكم من حيث لا يحتسب. اقول لكم كده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.